السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام في كل مكان ومتابعين قناة حريف التحليل. حلقة جديدة في قناة حريف التحليل هنتكلم فيها طبعا زي ما احنا متعودين، هنتكلم فيها عن الدوري المصري وكل ما يخص كرة القدم المصرية. هنتكلم عن ملخص الجولة التانية من الدوري المصري، هنتكلم عن ده كله. ولكن بس ما تنساش في البداية تعمل لايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد مع قناة حريف التحليل. مفيش في التحليل إلا التحليل المسيء. ونبدأ حلقة النهاردة سريعا كده بملخص الجولة. هناك بعض الفرق التي لم تغزل الجمهور الذي شجعها زي النادي الأهلي، واللي قدر من جديد إن هو يعود لسكة الانتصارات بعد الفوز الكبير على نادي فاركو. أما نادي الزمالك تعثر بشكل كبير جدا، تعثر أمام المقاولون العرب. ناخد مباراة تفصيلة في تفصيلة. الأهلي بيفوز على فاركو 4-1 في عودة للنادي الأهلي بعدما التعادل في بداية الدوري كانت مخيبة للأمان، والتعادل كان أمام مودرن سبورت. ولكن كلنا عارفين قيمة النادي الأهلي وعودة النادي الأهلي سريعا، وقدر لاعبي النادي الأهلي يعرفوا قيمة النادي اللي بيلعبوا فيه وقدروا يفوزوا في مباراة فاركو 4-1. أحرز الأهداف كل من محمد شريف، أحمد سيسي هدفين، والهدف الرابع نيكس جراديشار. على الجهة التانية نادي الزمالك وبيتعادل مع المقاولون العرب بعدما كان فاز على سيراميكا في الجولة الأولى. تعادل ب0-0 أمام المقاولون العرب بعد أداء هزيل بأداء غير مقنع لجماهير نادي الزمالك بخطة فاشلة من يانيك فيريرا. طب هل كل ذلك العوامل تعكس أن نادي الزمالك نادي ليس له تاريخ؟ بل نادي الزمالك هو تاريخ عظيم. أحلى حاجة كانت في الماتش وهي جمهور نادي الزمالك. شفت كم أكثر من 15,000 مشجع كان حاضر ماتش المقاولين، وبالرغم من إنه ماتش يعني مش ماتش قوي، بل نادي جمهور، بل هذا يدل على عشق وجمهور نادي الزمالك وحبهم لأي مباراة بيلعبها الفريق. ولكن لاعيبة نادي الزمالك خذلوا فريقهم وما قدروش يفوزوا على المقاولون، لأن المقاولون قدم مباراة رجولية تحت قيادة محمد مكي، وقدر يقوم يخلي نادي الزمالك يفضل في ملعبه طوال المباراة عاجز عن صناعة الفرص الخطيرة. الناس بتقول لك كلها زي كرة الونش دي ما فيهاش أي روح الخطورة، وبتاعت الفينا دي الكرة دي سهلة في الصد وما فيهاش أي روح الخطورة. ولكن أنا بالنسبة لي أعتقد أن نادي الزمالك ولاعبيه لم يقدموا كل ما عليهم في هذه المباراة. بيراميدز ويرجعوا بيكسب 1-0 بأداء أيضا غير مقنع أمام الإسماعيلي فريق شاب. يعني أنت كنت مثلا تقول 2-0، ولكن لاعبي النادي الإسماعيلي كان بيلعبوا بالتاريخ، بيلعبوا بالجمهور، بيلعبوا بقيمة نادي الإسماعيلي. اللي أنت لو شفت نادي الإسماعيلي في أي مكان ولو جال على اللاعب ده لاعب نادي الإسماعيلي، اللاعب ده هيرفع الراس، لأن النادي الإسماعيلي نادي قيمة كبيرة، أول نادي في مصر ياخد دوري أبطال أفريقيا، فما يدل على ذلك أن الإسماعيلي هو قيمة كبيرة في الكرة المصرية. سريعا بقية النتائج: المصري بيكسب الاتحاد المصري بيكسب طلائع الجيش 3-0. سموحة بيتعادل مع غزل المحلة سلبيا، والاتحاد السكندري بيخسر من مودرن سبورت، وزد كمان بيتعادل مع نادي زد بيتعادل من جديد، وبيواصل سلسلة التعادلات مع نادي سيراميكا كليوباترا. واخر مباراة معانا كهرباء الاسماعيلي بيتعادل مع بتروجيت. كده خلصت حلقة النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وصلي على النبي. سلام عليكم.